بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في ضيافة هذيب الأمعط وعدينكم بالتيس. اليوم التيس إن شاء الله. عم فارس اقدع بعدي. سم الله عدوك، سم الله عدوك، كثر الله خير. سعد الله مساكن الرب، حياكم الله. ابو فارس طلب الكوزي، واليوم نبي نضبط ابو فارس يستاهل، واللي معه ابو محمد وابو صالح وكلهم يستاهلون والله. مبروك الساعة. ما شاء الله تبارك الله. الشغل تك اسعد الله مساكم متابعينا. ابو فارس يبي الكوزي ويستاهل والله. تتبيله حق الكوزي طبعا معجون طماط وبهارات وملح وخل وصلصه صويا واغراض ثانيه كلها بالخلاط. انا طلعت او الغوزي فتحته صغيره، انا اتبله من داخل، لازم نضبط التتبيله من داخل عشان ياخذ طعم الملح والبهارات. الحشوه طبعا حشيه رز ولا مكرونه، تسلق المكرونه هم تصلح كشنه الطماط مع البهارات مع الملح مع كل شيء ويخلط سوا، هم نحشيه. طبعا انا بحط رز بس لين ينتهي مكرونه. واذكر والله الربع والله يجعله بالعافيه، يستاهل ابو فارس والغالين مع ابو فارس. يا حبي لك يا ابو محمد. له مخيط، هالمخيط ذا حق الخيام الكبار تلقونه ينظف ويزين ويحط له الاكل، والخيط حق الخيام ذا نظيف زين. تخيط الكوزي. طبعا الربع احنا متفقين على تيس، لكن ابو محمد كريم ابى الا نجيبها الهريفي، لذلك غيروا الاسم الى هريفي. له تقطيع عشان تدخل بهارات وتستوي الفخوذ والكتوف، نبشرهن شوي عشان تدخل بهارات ويستوي صح. طبعا افضل شيء للكوزي نلفه بقصدير سواء على جمر ولا بالفرن، احنا بنلفه بقصدير ونحطه بالفرن وشوف النتيجه ان شاء الله تعجبكم. بالعاده نربط جسدها، لكن بما انه الشبه صح كذا لا. ما شاء الله عليك يا ابو محمد، ما شاء الله عليك. الرز او كيشة الرز مجهزينه مع زيته مع كل شيء، بهاراته وملحه وازنينه صح. نكب عليها الرز ونحركها شوي، نحط عليها المكسرات والزركش. نحط الرز، نحط عليها الماء ونوزن ملح يا الربع. حط ملعقه ولد، حط ملعقه. طبعا حطينا الماء، نوزن الماء يصير تقريبا 3 سم فوق الرز، ونحط البيض ما يسلقوها الفرن ان شاء الله باذن الله. بهالطريقه ذي عشان ما ينهصم مع الرز. نصف نسيد البطاطس والقرع ونحط الثوم على كيفك، اللي بياكلوا عاد يطلعوه. الكش والزبيب فوق كذا بهالطريقه ذي، ثم نحط المكسرات بجنبه بهالطريقه ذي فوق بعض ويستوون سوا ان شاء الله. ندخل الرز بالفرن نخليه تحت، طبعا زيته واجد. الفرن على اللحم ساعتين تقريبا، الا ساعتين الا عاد نشوف احنا اذا ما ضبط نرجعه ان شاء الله. شمبانيا سعودي او اسلامي، تقطعون النعناع سدة، تحطون 3-4 عواد نعناع وتحطونها على الثلج، وبنعلمكم الباقي ان شاء الله. نحط الليمون نقطعه شرايح سدة ونخليه يطعم. طبعا هي ليمونه بس انا حطيت 2 خليه يصير حامض اليوم. النوع حبتين عصير تفاح وسفن وبيرة تفاح وبايسون. كل شيء عباس على دباس، حطوا كل شيء على بعض ويطلع عصير طيب. بس احضر بعض الخلطات يا الربع. اذكر والله الربع. الله انك الله يسلمك. راعي فن الله يسلمك يا محمد، وجهك قلبي يا هلا بناني. يا سلام. ما شاء الله تبارك الله. فتحنا الفرن ما شاء الله. يا سلام سلام. منهر. يا مال العافيه يا ابو محمد. الله يعافيك، سلم عليك الشغل الزين ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله من طيبين ان شاء الله. ما شاء الله بيض وجيهه. يا الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله. الله يعطيك العافية يا أبو محمد. المكرونة يا مال العافية محمد. الله يسلمك، الله يجعله بالعافية. اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ما شاء الله تبارك الله. هذا العصير